من المغرب، بلاد الشمس اللي ما كتبغيش تغيب، والجبال والصحراء اللي عندهم بزاف د الحكايات اللي ما كاينش بحالهم. البلاد اللي فيها جوج بحورة، البلاد اللي كل بلاصة عندنا فيها قصة، في القهوة، الزنقة ولا حتى في الدار، الضحكة والهضرة اللي ما كاينش بحالها. بلاد 38 مليون نسمة كتولي كاملة كوتش فاش كيكون ماتش الكورة، قادرة كاملة تولي انسبيكتور دو بوليس ملي كتكون شي حاجة الجريمة، ناس قادرة تحلل وتناقش معاك اي موضوع كيف ما كان. العام ونص في ألمانيا، بلاد البرد والهدوء، الزناقي كالم والشمس اللي دايرة بحال شي واحد خدام فشي مهمة سرية، كتحاول متبانش بأي طريقة، كتفاجئك بشي جوج الأيام ولا 3 في شهر 8 إلا ما استغليتيهم باش مع عمرك كتلبس حوايج الصيف. أما البرد داير بحال شي ضيف ثاني معاكم كونطرا، جا عندكم قال لكم غنبقى معاكم شي شهور، ما تقدرش تخرج الصباح لما كنتيش مغطي مزيان. بلاد الدنيا خضرا وجبال بيضا بالثلج، حاجة اللي كتعكس التركيبة الغريبة اللي عايشين، الهدوء والصلابة اللي عايشين قاع الناس هنايا، كل واحد كيفكر فراسو ومستقبلو. وسط هاد الهدوء والتناقض بين هاد جوج بلايص، من وسط هاد البرد والسكات، بغيت ندير معاكم جو من المناقشة والضحك، نفس الجلسة ديال الزنقة ولا ديال القهوة ولا الدار، على طبيعتنا من دون تصنع، بالدارجة وبطريقة النقاش اللي تعلمنا في المغرب. هادشي اختاريت نديرو على شكل بودكاست راديو، اللي اختاريت ليه من سمية قبسات ماشي غبار نعماش، هو رحلة باش نتناقشو فيها مواضيع متنوعة ونجمعو الضحك والفكر اللي عندنا بجوج الأسلوب ديالنا، ديما عفويين من القلب. مرحبا بكم، رتبوا وجدوا بلايصكم وجيبوا معاكم قهوة ولا اتاي. قبسات بدا. اليوم غادي نبداو رحلة جديدة مع بعض، رحلة ديال المقارنة بين جوج عالمين مختلفين. حلقة اليوم غنهضرو فيها على الاختلاف بين ألمانيا والمغرب. تقدروا تقولوا علينا غادي نديرو مقارنة بين الثلج والشمس، بين النظام والفوضى، ولكن في الحقيقة الفرق كبير لدرجة أن الواحد ما غاديش يصدق. في المغرب الحياة عندها طعم مختلف، الزنقة، القهوة والعشران، الناس كل واحد عنده قصة وكل يوم كيبين جديد. بينما في ألمانيا الموضوع مختلف شوية، النظام، الصمت، كلشي ضايع في الوقت ديالو، كتحس براسك في شي عالم جديد مكتعرفش راسك فيه. اليوم غادي نهضروا مع صاحبي حمزة على الفرق بين هاد جوج البلدان، كيفاش كنعيشوا في المغرب، كيفاش كنا كنعيشوا في المغرب وكنديروا كلشي على الطريقة ديالنا، وشنو هو النظام الألماني اللي ممكن يخلي الواحد يحس براسو ضايع في داك البرد والهدوء. تابعونا في الحلقة ديال اليوم حيت غادي تكون ضحكة ونصافحوا مع بعضياتنا بين العادات، الأمان وحتى الإيقاع ديال الحياة في المغرب وألمانيا. طفيو العالم، ديمونا في ودنيكم. مرحبا بكم في قهوة قبسات. اليوم أول حلقة، في البداية كنرحب بالمستمعين الكرام، أي واحد كيتصنت لينا وأي واحد عطينا شوية من وقته كنقولك شكرا قبل ما نبداو. مرحبا بك خويا حمزة. شكرا بزاف خويا حمزة، ونتمنوا في هاد الابيزود نكونوا خفاف على القلب. إن شاء الله. حمزة جوج دراري من المغرب، جمعونا بزاف الحوايج، نفس العمر، نفس الشغف، ايامات كورة، من القهاوي للتيران، النصف ديال كاس العالم، الفرحة، جمعتنا اللغة قريناها وجمعنا في الاخر المانيا. خويا حمزة، نطيب على الاول ولا البدايات في المانيا؟ البداية بالنسبة لي في ألمانيا كانت كلمة واحدة اللي نقدر نجاوبك، هي شوك. شوك على كاع المستويات، شوك كولتوريل، شوك لينغويستيك. حيت ديجا أول مرة غادي نخرج برا المغرب، أول مرة غنركب في الطيارة، أول مرة في حياتي غادي نمشي للمطار. بالكوتي ديال لا سيكوريتي اللي شفت تما في ألمانيا، بكوتي ديال أول مرة غادي خصني نطبق ديك اللغة اللي تعلمت في المغرب، بالناس جداد ما عارف حتى حاجة غير غادي وصافي. كان انطباع الأول تبهرت،
تشوكيت وبحال تصنوكيت، كنقول راسي راني عايش واحد الحلم اللي عام ونص وانا كنحلم به. كنقول واش انايا دابا في داك الحلم اللي باغي، واش انا في الحلم اللي كنت كنحلم به، ولا غير شي حاجه اللي دايزه بين عينيا صافي. فهمتك خويا حمزة. كلنا عشنا داك الشوك. انا نهار زعما طاحت برجلي اول مره هنايا، حسيت براسي بحال شي واحد كان كيحلم بشي لعيبه وصل ليها، وصل شي بلاد من شي كوكب اخر. ديك التهشيره وداك الشيء، كان كلشي مرتب، الناس كيبانوا حتى في الطريقه ديال التنفس ديالهم كيوجدوها، كلهم عندهم نفس الطريقه. كان واحد الهدوء، كان وصلت بالليل، كان واحد السقيله صاحبي اللي ما عمرني شفت بحالو في المغرب. ما كنتش كنشوفو حتى في الليالي شهر واحد في المغرب. وكاين زعما اول حاجه انا اللي ضربتني على الشعر، ماشي زعما النظام ديال بنادم ولا الهندسه الطيور، كيفاش البني القديم باقي والبني الجديد كيفاش داير، ولكن داك الفوتور، داك البرود ديال الطقس وديال بنادم كيفاش كيتعامل. فهمتيني؟ في المغرب اول ما كتوصل لشي بلاصه بحال هكا، كتخرج من شي مطار ولا شي لعيبه، كتلقى الناس كيسولوك فين غادي، واش خاصك شي حاجه، خاصك الكرا، خاصك هادي. هنا لا، هنا الناس كيشوفوك بحال كيقولوا واحد خرجه، المهم صافي دير خدمتك وصافي. الصراحه اول انطباع كان واحد الخليط، واحد المزيج بين الاعجاب وداك النفور. فهمتيني؟ كتعجبك ديك التفاصيل الصغيره، بحال الطريق اللي كتشع بالضواء، ولكن في نفس الوقت كتحس بشي فوتور اللي كيخليك تسول راسك واش زعما نقدر نعيش هنايا ولا لا. صراحه هذا هو الانطباع الاول ديالي اللي كان. عندك شي سؤال بعدا في هاد اللعيبه اخي حمزه؟ السؤال اللي عندي هو واش فاش حطيتي رجلك في المطار، واش ما قلتيش ديك القضيه ديال ندمت؟ لا ماشي ندمت. كاين واحد الاحساس زعما لا يكون حس به اي واحد جرب هاد اللعيبه، ديال كتقول واه خليت ورايا الدار وخليت ورايا البلاد وخليت ورايا عائلتي وصحابي، جيت لواحد البلاصه اللي، حيت فاش كتكون في المغرب كيكون باقي فيك داك الحماس ديال غادي نمشي، ولكن ان فوا كتوصل وكتصدم زعما بالعيبات، كي صافي كتعرف راسك قدام الامر الواقع. ما يعني ما كاينش لاش غندم. كتندم. كتندم على اللغه اللي ما طويتيهاش مزيان في المغرب. انا اللغه اخي حمزه عندي مع قصه. انا اول كونتاكت زعما نسى لا ديوان ودوك اللعيبات، اول كونتاكت مع كانسان عادي في المطار، قال لي ديك نتوليكم ماشي اللي قرينا في المغرب. حسيت قال بواحد الطريقه، حسيت براسي في الحرب، حسيت باغي يجبد شي سلاح. فهمتيني؟ ما عرفتش شي كلاشينكوف جاتني ديك السميه ولا شي حاجه. فهمتي؟ حيت الالمانيه ماشي لغه عاديه، فهمتي؟ بحال التحدي، كتحس بها بحال شي جبل خاصك تطلع. كل كلمه كتعلمها كتزيدك خطوه، ولكن كتزيد تعييك. في المغرب الهضره ساهله، عندنا شي كلمات بساطه اخي حمزه كتوصل بهم معلومه في ثانيه على اش خاصك. ما يقدرش يقولوها هما. ولا ديك هنا. فهمتيني؟ امم اش كدير. هما هنا الا بغيتي تقول جمله راه خاصك، الا بغيت تقول واش يمكن ليا ندخل، خاصك تركبها من 6 ولا 7 ديال الكلمات. ولكن زعما اللي موتيف في الموضوع هو ما كتعلمش غير اللغه، خاصك تتعلمش ديك الجرأة باش تنطق. ملي كتكون المبتدئ يلاه بادئ، يلاه حاط في الالمان، كل ما كتحل فمك باش تهضر ولا سميتو، كتحس بالناس كيشوفوك بحال كيقولوا هذا واحد اخر كيتعلم عاوتاني. ولكن ملي كتوصل للمستوى اللي كتهضر فيه جمله صحيحه كامله، صافي كتحس براسك بحال طارق بن زياد فاش وقف قدام الصبليون قال الجيش ديالو ديك البحر وراءكم والعدو امامكم. فهمتيني؟ فهمت. هي اللحظه اللي كتقدر تهضر فيها جمله صحيحه بالالمانيه بحال كتعيش نفس اللحظه، ولكن الحرب ديالك انت هي الكلمات اللي خاصك مم. تتعلم، والعدو هو دوك الاخطاء اللي خايف منه. ولكن نهار اخي كتقولها وكتحس براسك طريقه بن زياد ديال اللغه. هي شوف، هي الالمانيه صعيبه ولكن زعما ممتعه، بحال كتعلم واحد الجيتار ولا شي حاجه. كلما زدتي تعلمتي كتولي تحس بديك المتعه ديالها. لا ضروري ضروري افكتيفمون، حيت فاش اللغه اللي تعلمنا في المغرب ماشي هي اللغه اللي شفناها فاصلين امام الامر الواقع. ديجا فاش كنا في المغرب كنا كنتعلموا الابجديات ديال اللغه، يعني بحال دزنا من النيفو با للنيفو سوب في واحد لابس دو طون اللي حنايا ما كناش حاسين به. يعني فاش كتهضر مع لي ناتيف في اللغه
وانت باقي يلاه، انت باقي يلاه ديبيتون، كتبقى غير تشوف فيهم سورتو هما عندهم واحد المشكل ديال انهم هما كيسرطوا اللغه، ما كيراعيوش ليك انك اجنبي يلاه تتعلمها. هذا هو بالنسبه ليا المشكل اللي طحت فيه، ومع الوقت حاولت انني نصلحه، ولكن هذا المشكل ديال اللغات يدخلنا لواحد الباب اخر اللي ما عرفتش واش انت عانيتي منه، اللي هو المشكل ديال العنصريه. العنصريه خويا، انا ما الصراحه انا لا، انا شخصيا ما عشاش زعما بزاف، ولكن زعما في كل مره كنصادف شي نظره بحال شي واحد فهمتيني كيبقى يشك فيك، هادي زعما هو النوع ديال العنصريه اللي زعما كنسمع من الناس كيقولوا ديك العنصريه في الالمان بزاف فهمتيني. ولكن زعما انا في الحاله ديالي لقيت راسي عايش في واحد البلاصه، اصلا انت عارف انا عايش ما عايش زعما في مدينه كبيره، لقيت راسي عايش في واحد البلاصه اللي الناس فيها فهمتي كيحاولوا يعاملوك كانسان عادي، ماشي زعما شي واحد يلا جا جديد ولا. طبعا فهمتي ما تقدرش تهرب من دوك اللقطات بحال اللي قلت لك ديال شي واحد كيشوفك كيشوفها ناقصه، ولا ديك اللعيبه ديال لا كنتي تصف في شي بلاصه الا صونك غير التليفون وهضرتي في العربيه بنادم كيبدل البلاصه. ولكن زعما ما واجهتش العنصريه بطريقه مباشره ديال جا عندي شي واحد فهمتي بحال فينيسيوس ولا شي لعيبه. شحال من مره كتلقى زعما كتلقى التعامل معاك بحال هنايا زعما بحال انت منهم، نفس كاينين الناس كيخدموا بهذه القضيه ديال اننا كل انسان فهمتي. شحال من مره اخي عبزه كنكون جالس في قهيوه صافي كلشي كيضحك وكنضحك حتى انا، يعني عادي كنوليو سواسيه. يشوف العنصريه اخي حمزه واحد زعما الناس اللي كيقولوا كاينه العنصريه في الالمان هي واحد التحدي، ولكن زعما في كل لحظه كيكون عندك اختيار واش نولي ضحيه ولا نوقف حالي بحال الناس فهمتي. خاصك توقف تبين لهم باللي راه الاصل ماشي عيب، ولكن فهمتي امتياز، انا بوحدي اللي ماشي بحالكم. صراحه ما عانيتش معاه بزاف. بالنسبه لي انا العنصريه، الى مثلا شي واحد تعامل معايا بواحد لو جيست اللي فيه واحد شويه ولا فيه الريحه ديال العنصريه، الحل اللي تنخدم معاه هي لا نيغليجونس. عانيتها انديريكتومون ماشي ديريكتومون، مثلا بحال غادي يجي عندي شي واحد غادي يقول لي والعربي والمسلم وهذه، ولكن انديريكتومون ابارتير لي جيست اللي كيدير هو، مثلا انه كينقص معاك الهضره، ولا ما كيتعاملش معاك معامله زوينه، ولا كي كيخدم معاك هذاك الايجو ديالو. ابارتير من اللي كيشوف فيا ولا كنعرف انه حاول يخدم معايا العنصريه ديالو، كنعرف انه عنده مشكل في الوعي ديالو. ولكن كما قلتي نتايا، جيست واحد ما بين جيست واحد خايب اللي فيه شي دلالة على العنصرية اللي عانيت منه من 300 مليون جيست زوين، هنايا ما نقدروش نجزموا ان المانيا بلاد العنصرية على حسب الاكسبيريونس ديال 5 شهور اللي عشت انايا في المانيا. فهمتك. ولكن زعما هذا الموضوع ديال العنصريه كنت سمعت زعما هما ولاو شويه عنصريين في الاواخر على حيت كتبوا المهاجرين، وكاين داك الخوف ديال فهمتيني ديال التاثير على الثقافه على الاصل ديالهم. حيت انت راك عارف هما عندهم واحد ثقافه الحياه بوحدها. في المغرب حنا راه ثقافه الحياه كتعني الزهر، صافي عيش نهار بنهار وكيما جاب الله، صافي كل نهار عنده واحد اللوغو جديد، واحد لو شارم بوحدو. كل لحظه زعما فيها فرصه ديال الضحك النكات كنا كنضحكوا. هنا في المانيا عندهم الحياه بحال شي امبلو دو طون فهمتيني، كل حاجه كدار في وقتها فهمتي، بحال مخطين لواحد الحياه بنادم فاش كيولي واعي خصو يخطط لحياته 20 عام. شنو غادي ندير نهار 27 في شهر 8 2030 مع 4 فهمتيني. في المغرب الحياة كتعني فهمتي تستمتع باللحظة، كتكون ديك البساطة هي اللي طاغية. ولكن العائلات كيديرو فهمتي ديك تجميعات القهاوي، جلسة في الشارع، حتى في العيد الناس كيضحكوا من قلبهم. هنا ما عندهم داك البرود اللي قلت لك، داك الفوتور اللي تصدمت به في الاول. زعما هنا في المانيا الحياة رسمية بزاف، بحال كتحس براسك بحال عايش في شي فيلم زعما اللي بعيد عن الفوضى. الناس كالم ضابطين راسهم لواحد الدرجه كبيره، الناس ديما فهمتي كيمشيو على خطه، مواعيدهم ديما بنادم كتلقاه ديما كاتب في التليفون ولا داير ورقه في جيبو فيها كاع لي رونديفو اللي عنده.
ما كيخليوش شي حاجه للصدفه زعما. ولكن جامعين كاين واحد التوازن. ولكن زعما واخا كاين هاد الاختلافات زعما بين البلاد وهنايا، ولكن كل ناس عايشين واحد القصص ديالهم. لا جمعتي بيناتهم بجوج، لا جمعتي بين الانضباط الالماني وديك الروح د المغاربه، كيجيني تكون وصلتي لاحسن حاجه كاينه. غتكون وصلتي للكمال. وما الكمال الا لله. لكن ايفيكتيفمون كيما قلتي انت، كاين واحد الفرق ما بين لا كولتور في ما بين هنايا ولهيه. كما قلتي انت، مع كتوصل للمطار ما كايناش شي حاجه للصدفه. وهادشي كينعكس على الثقافه ديال الالمان، اللي كنا كنسمعو حنايا الماكينات الالمانيه، لانهم ما كيخليوش شي حاجه للصدفه واش يفكروا في كل شيء، وكيفكروا في كل شيء الونطير. شي حاجه حنايا اللي ما موالفينهاش في المغرب. حنا تنعيشوا نهار بنهارو، وإلا خرجنا هذاك النهار كتقول الحمد لله وصافي. من هنايا كاين واحد القوس اللي كيخليني نفتحو معاك. الحاجه اللي جاتني نيجاتيف شي شويه في الالمان، في الكادر ديال ثقافه الحياه ديالهم. بالنسبه لي الحاجه اللي لاحظت نيجاتيف، جو سي با واش حتى انت ولا غير انا، هي انهم لاحظت انهم ما كيقنعوش بالحاجه. جو سي با واش خلفيه اسلاميه ولا دينيه اللي حنايا مبازين عليها بالكوتي ديال كنقولوا الحمد لله على كل شيء وتنقنعوا بداكشي اللي عندنا، ولا جو سي با. شنو بان لك حمزه؟ انا نقول لك، انا زعما اللي شفت هو بصح ما كيقنعوش. ولكن نقول لك، انا واحد النهار كانت تهضر معايا واحد السيده خدامه معانا، يعني امراه كبيره باقي لها شي 2 على التقاعد، يعني المانيه بيور مدوزه. قالت لي شوف، قالت لي الناس في العالم كامل فين ما مشيتي، قالت لي الناس كيخدموا باش يتخلصوا، باش يعيشوا. يعني بنادم كيخدم باش يعيش. قالت لي الا حنا كنعيشوا باش نخدموا، قالت لي حنا كنتزادوا باش نخدموا. ومؤخرا كنت قريت واحد العباره وقيلا ديجا كنت قلتها لك، قال لك البرلمانيين في المانيا اللي عندهم 13000 اورو في الشهر، تحيد من اخي حمزه الشطويه، ما يبقى لهم القليله واحد 9000. قال لك لقاو ان 78% منهم كيديروا ميني جوب. المهم ميني جوب، الناس اللي ما عرفوش، هو واحد السوايع اضافيه اللي كديرهم في الشهر، كيكونوا تقريبا 8 سوايع في السيمانه. ولا المهم اعلى صالير فيهم هو 509 اورو. يعني بنادم عنده 13000 اورو اللي بروطو، عاد كتولي نيطو، يعني نقولوا حنا واحد 9000. وكيطمع في داك. ما عرفتش واش هادشي كما قلتي حيت هما طمع وما عندهمش ديك الخلفيه الاسلاميه اللي عندنا، ولا حيت بصح هما كيتزادوا باش يخدموا. كيتزادوا باش يخدموا. جو سي با. هما افكتيفمون عندهم داك المشكل ديال انهم يبالونسيو ما بين خدمتهم وحياتهم، عندهم فيها مشكل. بحال ان حياتهم هي الخدمه، انهم كيستمتعوا بداكشي اللي تيديروا في الخدمه، واذا ما كانتش خدمه ما عندهم ما يدار في الدار. هاد القضيه هادي لاحظتها بزاف، سيطادير ان حتى ان الصحاب ديالهم ديال الخدمه عندهم اهم من العائلات ديالهم. وهاد القضيه اللي كنت غير كنسمعها في التلفازه ولا كنشوفها في الميمز ولا شي حاجه بحال هكا، كانت كتجيني في شكل الوغ كو لقيت بصح انهم مرتبطين مع بعضياتهم، كيقولوا لها العائله الثانيه في الخدمه. هاد القضيه اللي ما كانتش عندنا حنا شي حاجه في المغرب ديجا. جو بونس كو 90% حتى ل 95% ديال المغاربه تيمشيو لخدمتهم ما حاملينش اللي خدامين معاهم. لا بصح. هاد القضيه في شكل، ومنها كنستنتج هذاك لو كاركتير سوليد اللي عند الالمان. امم بصح كاين عندهم شي حوايج كيجيوني كيأثروا على الشخصيه ديالهم. منهم مثلا غير القضيه ديال، كيجيني انا البرد ديال الجو اثر من الناس، ولاو حتى هما كتحس عندهم واحد البرود في المشاعر بزاف، فهمتيني. وهذا قوس كبير خاصنا اخي حمزه ضروري نهضروا فيه، هو ديال البرد.
على ذكر البرد، البودكاست من عندي انا في المدينه اللي ساكن فيها كيتسجل في ناقص 6 درجات. انت ما عرفتش شحال عندك؟ انا عندي ناقص 5. ما ماتش. بودكاست ديال ديسمبر. عاودنا اخويا حمزه شويه على البرد. البرد اخويا، اه اش غنقول لك، يمكن على ود البلاصه اللي جيت فيها انايا، بالنسبه ليا والله اعلم، كون سكنت في البلاصه مثلا فين ساكن انت في جنوب المانيا، نقدر نقول لك كاين البرد. اما مم. البلاصه اللي انايا فيها جيت بحال المنطقه فيها السهول بزاف، جيت في الشرق ديال المانيا. فهمتك أنا. تقدير ان البرد ما تيكونش قاصح بزاف، يعني مع حوايج عاديين كيكون سوبورطابل. ولكن عشت البرد في بلايص اخرين، بحال مثلا كنت عندي واحد السيمانه مشيت لايبسيش، أها. حتى هي في الشرق ديال المانيا، ولكن قريبه شي شويه للجنوب. نزلت لتحت تقدير 3 دوغري تما 4 دوغري، ما كتحسش حمزه بيديك. لا لا لا. عرفتك شنو كتقول. شوف، حنا عندنا البرد قاصح. انا واحد النهار صاحبي ودنيا حسيت بهم تجمدوا اخي حمزه الشتا اللي فات. ولكن كنت دوشت وخرجت، كان البرد. كنقول لك الماء اللي بقى في ودنيا كنحس بيه كيتجمد. ولكن نقول لك انا زعما انا قضيه ديالي مع البرد. انا البرد في الالمان قاصح، وكان واحد التحدي زعما كبير في الاول. ولكن مع الوقت انا لقيت فيه واحد لو شارم، لقيت فيه شي حاجه اللي عجباتني في ذاك البرد. اكزاكتومون، ماشي بحال البرد ديال المغرب. كنت كنتوقع زعما نوصل غيجي واحد البرد اللي دابز انا، ولكن زعما كل زخه ديال المطار طاحت، ولا واحد البرد اللي كيكون قاصح. كنت كنحس بشي حاجه فهمتي زوينه. واحد البرد هنا واخا قاصح كيعطيك واحد الاحساس ديال الهدوء، وكتحس بالجو نقي، كتحس بالنقا. زعما تا في دوك الايام اللي كنت كنهرب زعما كيكون البرد بزاف، ما كتبقاش تخرج ولا سميتو. كنت نقدر نبقى جالس غير قدام البالكون في الدجاج كنشوف، ولا في الشرجم كنبقى نشوف فهمتي، نشوف غير الجو. كيعجبني انا نبقى نشوف. زعما هاد البروده كانت واحد الصدمه في الاول، ولكن زعما مع الوقت بديت كنكتشف ان الجو هنا كيعطيك واحد الشعور زعما بالسلام الداخلي، كتحس براسك مرتاح. الجو نقي، ما فيهش الدخان ولا التلوث فهمتي، بحال كتشرب واحد الهواء نقي. الناس هنا زعما في المانيا متعودين على هاد الاجواء صح. كاين البرد زعما وليت كنشوفهم زعما كيجيو من البرد حاجه، واحد الجزء من الحياه اليوميه ديالهم. صراحه عطاني واحد الشعور زوين من هاد البرد. ابارتير من البرد نطلق عليك واحد الباس طويله حمزه، وغادي نسولك على لي بوين بوزيتيف اللي لقيتي في المانيا. بلاتي من اين ناحيه بالضبط؟ اون جينيرال، يعني ابارتير من ليكسبيريونس والوقت اللي دوزتي انت في المانيا، شنو هما لي بوين بوزيتيف اللي لقيتي قدامك؟ لقيت بزاف د الحوايج صراحه. زعما منهم هاد اللعيبات اللي قلت لك، اللي من الجو كيفاش لقيت راسي في واحد البلاصه اللي فيها الناس كيعتبروك بحال العائله فهمتيني. انا زعما حضرت مع هاد الناس هادو لواحد الاعياد اللي كيديروهم غير هما الناس لهاد المدينه هادي. الناس اللي مزيونين وكابين في هاد المدينه، كتحس بهم بلي بصح بغاو انتيغري. كاينين لي زوبورتونيتي دو طرافاي بزاف. أه... شنو غنقول لك عاوتاني، كلشي في بلاصتو، كلشي مدقق. كاين عاوتاني البلان ديال كيفاش الناس واخده حقها، كل واحد واخد حقه. ديال الترونسبور لوجيستيك كلشي مزيان. شوف، ما يعاب انا قلت لك هي ديك البروده ديال الناس في المشاعر من غير اخي حمزه. ما لقيت حتى حاجه. نلوح لك واحد السؤال تقريبا قريب ليه، اها. كخلاصه، كسؤال اها. اخير باش ما نطولوش على الناس ونبقاو كيف ما قلتي خفاف على القلب. الفرق بين المغرب والمانيا. الفرق ما بين المغرب والمانيا، آه. الفرق ما بين المغرب والمانيا، المانيا زايده على المغرب في الكوتي ديال الانفراستركتور، البنيه التحتيه، الكوتي ديال الفرص الشغل، الكوتي ديال التطبيب والصحه، الكوتي ديال التعليم، الكوتي ديال لي سالير، والكوتي ديال النظام، والكوتي ديال الوعي.
المغرب زايد على ألمانيا بما يعرف بديك لا شالور هيومان اللي تنعيشوها مع عائلاتنا في القهوة، في الدرب، في كورة، في هذيك اللحمة العائلية ما كايناش عندهم في ألمانيا بتاتا. هنايا الأغلبية ديال الألمان تجسيد واقعي ديال ملكة فرنسا لويس الرابع عشر، فاش قال لهم أنا وبعدي الطوفان. عايشين بالإيغو ديالهم، ماشي كلشي بيان سير، ولكن ما كتلقاش عائلة ألمانية مجموعة لدرجة أن الدراري ديالهم 16 عام 17 عام تيخرجوا تيكريو بوحديتهم. متفق معك. جاوبت انا على هذا السؤال ونساليه بواحد الميساج خفيف زعما للناس اللي كيسمعوا لنا. زعما الفرق بين المغرب والمانيا زعما، شوف، باش زعما ما نكذبوش على راسنا، ما يمكنش تقارن شي حاجه بين ديك الشمس اللي سخونه في البلاد زعما وهاد البلاد اللي عندهم هنايا. الناس هنا زعما الجو اللي كيعيشوا فيه في المغرب زعما وداك وداك الصهد اللي كيكون على طول العام ما يمكنش نقارنو مع هاد البلد اللي كيكون هنا. النظام اللي كاين في المانيا، المغرب فيها الحياه تجري اسويه، فهمتي. الناس عندهم ديك الجرأة. هنا الناس لا، هنا كل شات تيقارو. الحياة سريعة في المغرب، كنعيشو كل لحظة بزاف ديال التفاصيل، الضجيج، الناس ديما في حركة، كلشي ضاحك. هنا في الألمان لا، زعما الحياة شوية كالم، كلشي مرتب، كل واحد عارف شنو خاصو يدير. هنا في الألمان البرد والهدوء زعما كيفرضوا عليك تاخد وقتك، تفكر، تستمتع باللحظة بلا ما تسابق مع حتى حاجة. الناس زعما اللي كيسمعوا لنا، الا كان شي واحد باغي يسافر لألمانيا كميساج، زعما الا كنتي باغي تجي كتوريست، نقول لك الا كنتي كتبحث على النظام، النظافة، الهدوء، ما عندك حتى مشكل. ولكن زعما الا كنتي بغيتي بلاد بحال المغرب اللي كتعيش فيها ديك الفوضى والناس المفعمين زعما بالطاقة، ما ما يجيوش معك، ما تجيش معك الدنيا هنايا. ولكن زعما الا كان شي واحد كيسالني ويتساءل واش زعما نجي لألمانيا كقرايه ولا خدمه، اخويا نقول لك كجواب صريح، زعما الا كنتي بصح باغي وباغي تطور زعما المهارات اللي عندك وداكشي اللي كدير، زعما المانيا هي احسن بلاصه تقدر تبني فيها المستقبل ديالك، بعيد على الصداع، بعيد على بزاف ديال الستريس. خاصك تكون فهمتي واجد دوك التحديات اللي تلقاو لك في الاول، وتكون عندك واحد الاراده زعما باش تواصل الطريق توصل داكشي اللي باغيه. كانت هذه اخر نقطه في البودكاست. خويا حمزه، كلمه شكر للمستمعين. كنشكروك انت، لك الكلمه. شكرا بزاف خويا حمزة، نتمنى نكونوا خفاف، ونتمنى نكونوا كنا خفاف على القلب وما كناش مملين، ونتمنى ان شاء الله في الحلقات القادمة نجبدوا دي سوجي ونهضروا على حيتيات اللي ما كيتاش ليهم الانتباه بزاف. كنتمنى نكونوا وقفنا لكم الوقت واحد شويه، ديناكم معنا، عشتوا معنا هادشي اللي كنعيشو، حسيتوا بينا شويه، عرفتوا شنو كاين، ما خبينا عليكم حتى حاجه. قهوه قباسات غتسد. نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله.